أن عمر كان مع رفقه ورحمته بالمسلمين، لكنه كان حازما قويا في الله، ما كان يعني يسكت لأحد. أي أحد يحاول أن هو يعني يفعل أي شيء فيه مساس بالأمر أو بقيام الدولة أو بانضباط أمور المسلمين، ما كان يتهاود معه عمر على الإطلاق، بل كان يشدد جدا في هذا. وقصصه في ذلك معروفة مع صبيغ ومع نصر بن حجاج وجماعة كان لهم مواقف فردية، لكن الأمر بلغ بعمر. يعني في قصة نصر بن حجاج هذا، مرة يمر كعادته يعس، كان يطلع بالليل هو بنفسه يتفقد أحوال الرعية، يمشي كذا بالليل يشوف حد عنده مشكلة، في حد بيصرخ، حد بيعيط، في حاجة بتحصل، يخاف على نفسه. هو مسؤول عن كل هؤلاء، هو راعي ومسؤول عن رعيته. فخرج مرة فسمع امرأة تقول في بيتها: هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم من سبيل إلى نصر بن حجاج؟ فسأل عن نصر بن حجاج، ألحته لي فورا. فجاءوا برجل وضيء من أجمل الناس شعرا، يعني شكله كده جميل جدا، رجل وجهه صبوح وشعره من أحسن الناس شعرا. فأمر عمر فقال بالحلاق: تعالى وجز جمته، احلى شعره. فصار أجمل، لما حلق شعره صار أحسن شكلا. فقال: اعتم، البس عمة، فصار أحسن من ذي قبل. فقال: والله لا تجلس معي في المدينة أبدا، تفتن الناس. ثم أمر به فسير للبصرة، وأمر بالناس أن يعني يعتزلوه وكلام من ده. الراجل في الآخر خالص بعت لعمر قال: أنا ذنبي إيه؟ يعني أنا راجل صالح ولم أفعل شرا قط. وهذه المرأة ما كانش تقصد حاجة، ده كانت امرأة أيضا صالحة، لكن كانت تقول كلاما يعني لعلها لا تقصده. ويقال هذه المرأة هي أم الحجاج بن يوسف الثقفي، هي المتمنية هذه، يقال هي أم الحجاج بن يوسف الثقفي. فيعني الراجل قاعد يقول: طب أنا إيه ذنبي؟ أنا راجل مش عايز أسيب المدينة وأهلي هنالك، ليه تغربني يعني؟ واخد بالك؟ فعمر رق له، لكن قال: أما وأنا سلطان فلا يكون أبدا. فلما مات عمر ركب راحلته الرجل من البصرة وذهب إلى المدينة مرة ثانية. ده اللي فرح جدا، واخد بالك؟ فالراجل أقصد عمر هذا موقف فردي. عمر كان ينظر نظرة أبعد، يعني هو معلش، هو رأي أو مصلحة الفرد لا تقارن مصلحة الجماعة. الراجل صحيح هو نعم مالوش ذنب، مش من ذنبه ان هو جميل وان الناس يعني بتتعلق بيه او حاجه زي كده، لكن هو هنالك مصلحة عام للجماعة يخشى عليهم الفتنة او كذا او كذا. فكان عمر يرجح هذا الباب على ذاك، وهذا كما قلت من الحزم. ده حزم، ده لو راجل حليم وطيب كان طب انا ذنبي ايه وكده، كان له خلاص اقعد بس تلم في اي حته وخلاص. الان معنا الاخ الفائز بجائزة العمرة، الاخ سامر.